السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي ندير معكم اليوم واحد العصير خفال زربان ديال لافوكا. سبق ليا ودرت سميتو، درت حبات لافوكا، حبه ونص في الهاشوار. انا غادي ندير هذا العصير هذا بالحليب. غادي ندير السكر على حسب الذوق، ولكن انا ولادي تيبغيو ليا الحلاوه. واحد المعلقه الحامض باش تبقى لافوكا اللون ديالها خضر، حيت ما فيهاش الحليب. غندير شويه الماء وغادي نطحن. بعد ما طحنتوها الطحنه الاولى نشوف واش طحن، عاد نزيدو شويه الماء. دابا غادي نزيد الماء. انا بغيتو خاطر شي شويه، ما بغيتوش يكون مطلوب كما تنقولوا جاري. ايوا غادي نميكسيه مره اخرى. بعد ما طحن ليا العصير ديالي حماق العصير لافوكا. لافوكا انا تصور انا البنات حماق عليها كلشي. الشلاضه عرفتي تنديرها مع مطيشه وبصله وبزيره وزويته مليحه. واه ستر ولدي تيصور ليا تيقول لكم ديروا لماما لايك. غادي ندوزو نخويو العصير ديالنا. شوف القوام ديالو كيفاش داير. ثاني درت صباح. شوف القوام ديالو كيفاش جا. مثلا بصراحه تقل من هكا. شي مرات تندير مع الكركاع، راكم عارفين لافوكا تبارك الله العيله تحبي كلشي عارفاش لافوكا شنو تيجي مع الكركاع. يا سلام. نضفو الكويسات ديالنا حيت ضروري ما تنديروا لي بيتيز، ضروري. هذا هو العصير ديالنا بصحتكم وراحتكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والكومونتيرات الزوينه ديالكم. هذا غير فضلا ليس امرا. شكرا يا اغلى واحلى متتبعين. دخلوا اشتركوا في القناه. مرحبا بكم والف مرحبا في المطبخ مع نبيره ديال العويصره ديالتنا. الصحه والراحه. نلقاو فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.